تعرف ايه عن اضطراب تشوه الجسد؟ يعني ايه مهووس بعيوب الجسم؟ عينك ممكن تكذب عليك؟ معاكم دكتورة هبة عبد العزيز، استشاري واستاذ الصحة النفسية بجامعة اسكندرية. تعرف ان المصاب بالاضطراب ده ممكن يكون مشغول بشكل مبالغ فيه بعيب في مظهره، غالبا هو بس اللي شايفه، وبيوصل لحد مرضي لدرجة توقف حياته. عشان اوضح لكم اكتر بصوا معايا على البنوتة دي وهنسميها سين. سين من وهي عندها حوالي 13 سنة وهي بتركز بزيادة في كل حباية تطلع لها او علامة في جلدها او ستريتش مارك بسيط خالص محدش شايفها غيرها. كبرت سين ودخلت الجامعة وكل فترة بتشوف عيب جديد، زي انها تشوف مناخيرها كبيرة ومبوظة وشها. تسأل مامتها مش شايفة مناخيري كبيرة ووحشة؟ مامتها تقول لها ان وشها جميل ومتناسق، بس هي بتفتكرها بتقول كده عشان تريح. فبتسأل اختها وباباها نفس السؤال ويجاوبوا ان مناخيرها كويسة جدا ولايقة على وشها، لكن سين ما صدقتش برضه. بتكبر كمان شوية وتبدأ تشتغل، بتزيد العيوب اللي بتشوفها في نفسها، من شعرها اللي شايفاه مش ناعم كفاية، وعينيها اللي ضيقة، واسنانها اللي شايفاها كبيرة. بدأت تحس ان زمايلها بيبصوا على العيوب دي طول الوقت، فبدأت تحاول تخبيها، مرة بطاقية كبيرة ومرة بماسك على وشها. ده كان متعب لانها كل شوية تقوم تبص في المراية وتتأكد ان العيب لسه مش باين، لدرجة انها ممكن تقضي من 3 ل 8 ساعات قدام المراية. اوقات كانت ما تتحملش وجود حباية او بقعة صغيرة جدا في جلدها فتعورها بآلة حادة، وده يزود من العلامة اللي في جلدها ويزود من الضغط اللي بتحسه ومن انعزالها عن الناس، عشان محدش يلاحظ التشوه اللي هي شايفاه. راحت لدكاترة جلدية وتجميل كتير جدا واستخدمت أدوية وكريمات من كل الأنواع، بس مفيش حاجة ريحتها. عملت عمليتين تجميل للأنف غير عمليات للعين وللسنان وما عجبتهاش النتيجة برضو، بل اتهمت الدكاترة كلهم انهم بوظوا العملية وشوهوها اكتر. سين بقت تغيب من الشغل كتير جدا، سواء عشان مكتئبة ومحبطة من شكلها او خايفة حد يشوفها او عندها ميعاد مع دكتور او بتتعافى بعد عملية. ولما جالها انذار واتنين من الشغل بسبب الغياب المتكرر اتهمتهم بعدم مراعاة الظروف. طبعا سين كانت بتتفادى الارتباط لانها شايفة محدش هيحبها ولا يستحمل عيوبها، ولو حد قرب منها ما كانتش بتصدق وتفتكره عايز يستغلها لأي سبب غير انه بيحبها. مع الوقت بقت منعزلة اكتر وعلى طول بتعيط، مش بتتبسط بحاجة ولا شايفة لازمة من حياتها. ضغطت عليها عيلتها تشوف دكتور نفسي بعد ما رفضت، لانها شافت انهم مش حاسين بيها ومش عايزين يساعدوها بجد في حل مشكلتها الحقيقية اللي هي شايفاها انها شكلها الوحش. أفكارها السيئة زادت لدرجة انها فكرت تنهي حياتها. زي ما شفتوا، اضطراب تشوه الجسد مش بالضرورة يكون له علاقة بالانشغال الدائم بالوزن او السمنة ولا النحافة ولا أمراض اضطراب الشهية ولا الشره المرضي. في الأغلب بيكون المشكلة في الوجه أو الرأس، ولو حتى في الجسم بيكون الانشغال بأجزاء معينة زي الصدر في الإناث والعضلات في الذكور. دي حالة مرضية حقيقية من عيلة الوسواس القهري، لأنه بيسيطر على المصاب بتمام وبيحتاج تشخيص من طبيب مختص وعلاج نفسي أو دواء. والعلاج النفسي ممكن يكون عن طريق جلسات إعادة الهيكلة الإدراكية. كون الاضطراب بيظهر في سن المراهقة ده سلاح ذو حدين، صحيح هو سن صعب وفيه تغييرات كتير، لكنه فرصة نكسب ثقة المراهقين دول ونبني ثقتهم في نفسهم ونحسسهم بالأمان ونلحق المشكلة قبل ما تسوء أو تتطور لمشاكل أو أمراض أصعب. الوقاية دايما خير من العلاج. في مشاهير كتير اتكلموا عن المرض ده وطالبوا الناس ما تحكمش على بعض بقسوة، توقف التنمر والمعايرة بالشكل واللون والعيوب الجسدية. وفي مشاهير عانوا من الاضطراب وما اتكلموش. من ضمن المشاهير المصابين باضطراب تشوه الجسد ليلي راينهارت، بطلة ريفرديل شو، المطربة بيلي ايليش، الممثل روبرت باتنسون بطل مسلسل تويلايت، المغني والمؤلف ذا ويكند، ومن زمان كان في مارلين مونرو
ومايكل جاكسون. كلنا ممكن نساعد بخطوات بسيطة، وأهم 5 خطوات نساعد بيها في الوقاية: نشر الوعي عن اضطراب تشوه الجسد وخطورته وأهمية التشخيص والعلاج بدري، مواجهة التنمر سواء في الحياة عموما أو على الإنترنت، الوعي في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة تصدير معايير جمالية معينة على إنها ترند أو موضة، أهمية قبولنا لنفسنا وولادنا زي ما هم، والاستعداد لتقديم الحب الغير مشروط. نوقف المقارنة مع غيرنا، تقدر تغير حياتك.